يوسفنا اقول لك ان جت اللحظه اللي نتكلم فيها عن خروج محمد صلاح من نادي ليفربول. الواجهه مش هتكون ريال مدريد او يا عم برشلونه، لا ده محمد صلاح هيسيب حلمه خالص ويروح السعوديه. خليني الاول اكلمك عن محمد صلاح، اقول لك ان هو بفضل الله وما شاء الله وكل الكلام الجميل ده وصل لمرحله من الغنى تخليه يعيش طول حياته مستريح. فخطوه ان هو يسيب اوروبا ويسيب اسطوريه نادي ليفربول عشان ياخد فلوس اكتر في نادي الاتحاد ملهاش اي سبب منطقي اقسم بالله. حتى انت بنفسك لو جيت كده خدت نظره من بعيد على لعيبه راحت الدوري السعودي، ايهم يا اما لعيبه كبار وفي نهايه مسيرتهم، اما لعيبه لسه في بدايه مسيرتها ما شافوش عز الكوره، خدوش يعني الفلوس اللي محمد صلاح بياخدها في الليفر دلوقتي، يا اما انه برازيلي وطول حياته معروف ان هو بيجري ورا الفلوس. والحاله الوحيده اللي بتشابه حاله محمد صلاح هو رياض محرز. معذره يعني لو جينا نتكلم على الدوري الانجليزي مش هينفع نحط اللاعبين في مقارنه مع بعض اصلا. شتان الفرق بين تاثير محمد صلاح واسطوريته مع الليفر وبين تهميش رياض محرز على الدكه مع السيتي. جبتها بالطول بالعرض، مش لاقي اي سبب منطقي يخلي محمد صلاح يسيب كل اللي عمله مع ليفربول والدوري الانجليزي يقرر في لحظه يمشي يروح على الاتحاد السعودي. ما انت يا صلاح هتكمل مسيرتك مع الليفر، المبلغ الكويس جدا اللي انت بتاخده حطم كل الارقام، هتبقى اسطوره ليفربول الاولى ومن ثم محلل في كبرى القنوات او عضو في مجلس الاداره، غير المشاريع الكتيره اللي انت عاملها خارج الرياضه. اصلا انت اللي عرفتنا كلمه منتاليتي يا صلاح، فما ينفعش اجي في فيديو اوضحها لك. ان شاء الله نخلص من الدوشه اللي حاصله اليومين دول بان محمد صلاح رسميا باقي في ليفربول.